صباح الفل. النهارده يوم مكناس، عشان كان في ناس بيقولوا لي انت قاعد في مكناس وما شفتش مكناس كنت مخليها اخر يوم. النهارده اخر يوم، بعد كده راجع للرباط عشان عندي شويه امور كده لازم اخلصها في الرباط. فالنهارده يوم مكناس للاسف في حاجات كتير جدا قافله بتتجدد بقالها سنتين، ما فهمتش ليه يعني، بس يعني قشطه. هشوف المفتوح زي مثلا المقفول، زي سجن قارة، اكبر سجن في العالم موجود تحت المدينه دي كلها، كنت قريت عنه زمان، مقفول. السهريج، سهريج الصواني مقفول. ساحه الفدان، ساحه ايه اللي عندكم؟ ساحه الهديم مقفوله برضو. يعني حاجات كتير مقفوله بتتجدد، بس انا هحاول امشي الوليلي واشوف الاماكن اللي تقدر تتشاف، وربنا يقدرني في المدينه دي. في حاجه كنت عايز اقولها. اول حاجه، انا ما بعتبرش نفسي مشهور نهائيا، وحياتي الشخصيه بحب ان انا اخليها لنفسي. انا في السوشيال ميديا بحب ان انا اوثق الاماكن اللي بزورها، سواء مصر، لفيت مصر كلها، الاقصر، اسوان، ابو سمبل، سيوه، طابه، رحت طلعت جبل موسى مرتين، يعني رحت لفيت بلدي الاول قبل ما افكر اخرج بره، وده ثقافتي يعني عامه، ان انا الف بلدي واتمتع بيها قبل ما افكر اتمتع ببلد ثانيه. فانا بوثق ده في فيديوهات، فانا مش بتاع حياتي الشخصيه اخرجها في السوشيال ميديا نهائيا. ما بحبش حد يعرف عني اي حاجه، وما بحبش حد يتدخل في حياتي نهائيا مهما كان هو مين، الا لو انا اللي سمحت له ان هو يتدخل في حياتي. عشان نكون واضحين في النقطه ديت، وهتفهم ليه في الستوري اللي بعد دي. من ساعه ما جيت مكناس واستضافوني العيله اللي انا عندهم دول، وناس كتير بتدخل في الستوري، يا عم انت لقيت لك زوجه مغربيه وانت مش عارف ايه. اول حاجه، وامي اختي الكبيره، يعني انا بعتبرها انا الكبير على فكره في اخواتي، فماليش حد اكبر مني، وامي انا بعتبرها اختي الكبيره اللي دايما بستشيرها في كل حاجه، اعرفها بقالي سنتين. جم مصر عيلتها كلهم، وساعه كورونا اتحبسوا في مصر 6 شهور، ما كانوش عارفين يخرجوا من مصر. ويعني اتعرفت عليهم، انا كنت اعرفهم قبلها، بس يعني اتعرفت عليهم يعني صحيحه في وقتها يعني، وتعرفوا على عيلتي وبقيت واحد منهم. وبقوا فعلا مامتها بتعتبرني ان انا ابنها، ودايما بتقول لاي حد مغربي انا ليا ابن في مصر قبل انا طبعا ما اجي هنا. ووالدها عم عبد العزيز شخص مدرس لغه عربيه وبحبه جدا، ودايما بحب اتناقش معاه في التاريخ وفي اللغه العربيه وفي الدين وكده. فانا بعتبر ان انا يعني ان دول عيلتي المغربيه، وعشان كده انا مش حاسس بالغربه هنا نهائيا. وهم في نفس الوقت بيعتبروني ان انا ابنهم، علشان كده لما جيت ان انا ازور الجهه بتاعت فاس مكناس افران، انا اصلا يعني كنت مضطر ان انا اجي عندهم، لان هم يعني كانوا هيزعلوا لو انا ما جيتش عندهم. ما كانش هينفع اصلا ان انا اجي المغرب وما اجيش ابات عندهم، ما كانش هينفع خالص، لان يعني انا واحد منهم. وهم فعلا يعني بعتبرهم عيلتي التانية هنا، حتى يعني مش حاسس بغربه نهائيا خالص هنا. انا ولا في دماغي الارتباط، ولا عايز ارتبط، عشان ما حدش يقعد كل شويه يقول لي اخرك تتجوز مغربيه ولازم تتجوز مغربيه. انا جاي هنا سياحه، اتمتع ببلدكم حلوه جدا بسم الله ما شاء الله، الله يعمرها دار، وانا جاي اتمتع بيها واتمتع واشوف التاريخ اللي انا قريته طول ال4 سنين اللي فاتوا وبس. العمر ديالي انا واخا تبغي تهرب مني انا، والطول ما كان انا نسيبها وزيد لالا، انا نسيبها. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, también eran termas públicas.
اسف على الغلطه اللي غلطتها من شويه. وليلي، انا طبعا شفتوا الاسترهاب بتاعت وليلي دلوقتي. وليلي مدينه اتبنت في القرن الثالث قبل الميلاد، واتبنت في المملكه الموريتانيه بالطه. المملكه الموريتانيه، ودي كانت مملكه امازيغيه. تمام. بعد كده جم الرومان استولوا عليها وعدلوا فيها، وبعد كده لما جه منطقه وليلي، هي منطقه اللي هي وليلي نفسها اللي انا كنت فيها والمحيطه حواليها. لما جه ادريس الاول، نرجع له تاني عشان دي معلومه صحيحه، لما جه ادريس الاول هربا من سقوط الدوله الامويه وصعود الدوله العباسيه، علشان يعني العباسيين كانوا بيقتلوا كل ما هو من نسل النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فلما جه سكن في وليلي في الاول قبل ما يبني المدينه بتاعته، لانه هو كان بيحاول يبني مدينه تكون عاصمه لدولته اللي هي الدوله الادريسيه. للاسف هو مات، واللي بناها هو ابنه ادريس الثاني. ادريس الاول مدفون حوالين وليلي هنا، اللي هو ادريس زهرون، وادريس الثاني هو اللي مدفون في فاس. دلوقتي رايحين لضريح ادريس الاول اللي هو ادريس زرهون. يا رب اكون نطقت اسمه صح يا رب. بسم الله ما شاء الله. ده طاجين دجاج بالخضار، بس الدجاج تحته والخضار فوق، ومعاه البتنجان المخلل اللي ما بتعمله لي ماما الهام بطريقه تحفه. بصراحه انا بعشق البتنجان المخلل ده. والسلطه دي كنت باكلها برضو ايام مصر. اكله بسم الله ما شاء الله جامده. دي مدينه مكناس من فوق، كل دي مدينه مكناس، بس دي المدينه نفسها. في بقى كافيه هنا اسمه بيلا سيتا، تقعد هنا تتقهوى وتشوف المنظر ده كله، منظر جامد. دلوقتي جينا عند باب المنصور، باب من ابواب المدينه، وللاسف هو بيتجدد وحاطين افيش كده عشان هو بيتجدد، فان شاء الله هاجي مره تانية واشوفك باذن الله. دي بقى ساحه الهديم، بس برضه بتتجدد، جزء منها بيتجدد وده الجزء اللي ثابت. هنا بيبقى فيه فقرات وحلقات زي ساحه مسجد الفنا في مراكش، برضه تعابين وفقرات زي كده، والحصان الحمار الصغير ده، ويعني زيها. ده ضريح المولى اسماعيل، مؤسس مدينه مكناس في اواخر القرن ال 18.
بس هو للاسف قافل. انا ما لحقتوش للاسف، انا اسف جدا. ان شاء الله اقدر ازوره ان شاء الله. مدينه مكناس ليها عندي زياره تانية، لازم زياره مخصوصه بعد الاماكن دي ما تخلص من الصيانه وتتفتح. انا جاي مدينه مكناس، فانا هحسب يعني الزياره دي بالنسبه لي مش زياره، هي كانت تعارف على المدينه، لكن انا جاي المدينه دي بعد كده يعني جايها. ده الجولف الملكي اللي موجود جنب سجن كارا، شكله جميل أوي واسع، بسم الله ما شاء الله. المفروض بقى ان ورا الافيش ده السجن كارا، بس هو دلوقتي في برنامج تأهيل وتسمين المدينة، تمام، يعني بيتجدد، تمام. فالسجن ده ايه اهميته؟ للي ما يعرفش اهميته، السجن ده كان بناه المولى اسماعيل في القرن ال18، تمام، ولما بناه استعان باجانب هم اللي بنوا السجن ده تقريبا على ما اتذكر، كنت قريت عنه زمان، برتغاليين على ما اعتقد او فرنسيين حاجه زي كده. المهم ان السجن ده اتبنى، يقال ان هو مبني تحت المدينه، سجن متاهه حرفيا، ناس كتير جدا دخلوه ما خرجوش منه، ما حدش يعرف السجن دوت خريطته عامله ازاي ولا شكله عامل ازاي من تحت، لان كل اللي بيخش ما بيرجعش. واخرها كان تقريبا ناس مصورين صحفيين من فرنسا جم وتاهوا جوه، ومن ساعتها اتقفل واتفتح جزء صغير للزياره، ان انت من باب ان انت تشوف يعني اكبر سجن تحت الارض. بس للاسف هو دلوقتي بيتجدد. ده شكله من جوه، ادي شكله وهم حاطين الصور في كل حته، تمام. بس وجينا عند سهريج الصواني، هو اهو، بس للاسف ما زال بيتجدد، ان شاء الله يخلص بسرعه باذن الله. ده افيش ليه، تمام. السهريج ده كان زي مش هنقول عين مياه، بس زي مكان فيه ميه. المكان ده كان اتبنى في عصر المولى اسماعيل، وكان بيزود البنايات والمساجد بالميه والمحلات وكده. وهنا كان في مربط خيول، كل ده كان مربط خيول. وده هريس سواني، ده كان مخزن الحبوب في الوقت ده، فالميه كانت جنب مخزن الحبوب، الميه اللي بيشربوا منها ادي مخزن الحبوب، والخيول هنا. فمكان كان يعني المدينه كانت متامنه بطريقه حلوه.